اشتعلت بين إسرائيل وحزب الله، لكن هل سيتم اجتياح لبنان بريا؟ ما أتوقع. ليش أقول لكم الكلام هذا؟ أتوقع بأن بيتم استمرار الضربات على حزب الله بشيء كبير، ربما تصل إلى بيروت، ضربات جوية، لكن ما راح يكون في اجتياح بري وما راح يتم القضاء على حزب الله بشكل كامل. الاستراتيجية الحالية اللي أنا أشوفها في الشرق الأوسط قاعد تصير أن إيران الآن في أضعاف حالاتها، وهذه أفضل فرصة لأمريكا وإسرائيل أنهم يعيدون تأهيل وتدوير النظام الإيراني ليتم استخدامه كبعبع. إذا سقط النظام الإيراني وسقط حزب الله، إسرائيل بتخسر بشكل كبير. ما عاد راح يكون عندهم طرفين للصراع في الشرق الأوسط، سني ضد شيعي، فارسي ضد عربي، فبيكونون هم فقط الأعداء اللي موجودين في الشرق الأوسط ضد جبهة واحدة فقط، وهذا الشيء ما يبغونه. وبالتالي يبغون أن الأطراف هذول يبقون اللي هم حزب الله وإيران، لكن بشكل أضعف بحيث أنهم يكونون أدوات أكثر فائدة لهم. بالتالي اللي أتوقع أنه بيستمر يصير الآن، تذكرون خامنئي بعد ما أساسا، ليش أقول أن إيران جدا ضعيفة الآن، في وضع جدا ضعيف، حزب الله أحد أذرعها، وبالتالي أي شيء يقول عن إيران ينطبق على حزب الله. تذكرون لما تم اغتيال إسماعيل هنية في إيران، طلع بعد خامنئي يقول هي الآن الجبهة الحسينية ضد الجبهة اليزيدية. فجأة حول الموضوع من حرب بين الإسلام والصهاينة إلى جبهة الحسينية ضد الجبهة اليزيدية، وكأنه يرسل رسالة إلى إسرائيل يقول توبة، خلاص احنا بنحول الموضوع ضد السنة، سنة شيعة، بس هدوا علينا أرجوكم. لكن كان يحتاج صراع عشان يعني يبعد، خلينا نقول يشغل أتباعه من أنهم يفكرون في الضعف حق إيران، فكان يحتاج إلى أي صراع، بالتالي حول الصراع إلى صراع سنة شيعة. لكن يبدو أن إسرائيل ما هم هالشيء هذا، وكان من مصلحتها واستراتيجيتها هي وأمريكا أنهم يستمرون في إضعاف إيران وأتباعها كلهم. الضرب كان في إيران قبل فترة، ثم الآن ضرب في لبنان، وبنشوف ضرب ربما في العراق، في كل مكان. ما تعرف وين الضربة الجاية بتكون فيه، لكن اللي أتوقع أنه بيكون فيه استمرار لإضعاف إيران وأتباعها في المنطقة لما تنتهي الانتخابات الأمريكية. الآن إسرائيل نوعا ما عندها الحرية الكاملة والدعم الأمريكي تقريبا الكامل، يعني ما في قرار أمريكي في الوقت الحالي خلينا نقول داخل بشيء كبير بثقله في الشرق الأوسط، لأن أمريكا مشغولة في ذاتها وفي الانتخابات الأمريكية. لكن أمريكا بالتأكيد موجودة كداعم لإسرائيل لو صار أي شيء. فإسرائيل الآن قاعد تلعب على كيفها، لكنها تعرف لها حدود، وحدودها اللي هي من مصلحتها، أساس مصلحة إسرائيل أنها ما تدمر حزب الله أو إيران. بالتالي بيتم إضعافهم حتى انتهاء الانتخابات، وجود رئيس أمريكي جديد. يجي هذا الرئيس الأمريكي ويعقد صفقة أو اتفاق، خلينا نقول، أو تفاهم جديد مع إيران وأتباعها، بحيث أنهم يكونون مرة ثانية أدوات تستخدم لكن بشكل أفضل، يعني يكونون أدوات بمعنى أدوات تقل حرية الفعل عندهم نوعا ما، يكونوا أدوات حقيقية. وفي الوقت الحالي إيران نتوقع مرعوبة جدا من بعد ما خامنئي قال الجبهة الحسينية ضد الجبهة اليزيدية فجأة بدون سبب. ما السنة ما سووا شيء ضده إطلاقا، وحربه مع السعودية ما سوت شيء، فجأة حول على السنة. وش الموضوع؟ ليش فجأة أنت كنت تتكلم عن إسرائيل فجأة حولت؟ هذا واضح من الرعب اللي كان عنده. فالآن إيران في الوقت الحالي اللي يتم فيها ضرب حزب الله وإضعافه قاعد تقول نريد مفاوضات مع أمريكا، وأننا مستعدين لإعادة مفاوضات النووي. وأمريكا قالت أن نحن مستعدين أيضا للمفاوضات هذه، لكن أمريكا ما يمكن تدخل مفاوضات في الوقت الحالي لأنها مشغولة جدا. فكأنهم يقولون نعم مستعدين، ابقوا على وضعكم، لما بعد الانتخابات إن شاء الله ممكن نرجع نتكلم عن الموضوع. هذه الفترة لما الانتخابات ولما يجي رئيس جديد، هذه يبغى لها 5 شهور تقريبا، بانتخابات شهرين، بعدين 3 شهور يبدأ الرئيس الجديد. هذه الفترة تكون إسرائيل ومعها أمريكا يعني ضربوا في إيران واتباعها بشكل كبير، لدرجة أنهم خلاص طيحوا لفلوسهم. فلما يجي وقت التفاهم هذا الجديد، التفاهم خلينا نقول، تكون إيران مستسلمة بشكل كامل وعارفة بأنها مخترقة بالكامل وتسلم نفسها نوعا ما، أو أنها تسقط من الداخل، يكون فيه
ثورة داخلية، الشعب الإيراني ييأس من أن حكومته، لبنان ينقلبون على حزب الله، شيء من القبيل. لكن لا تتوقعون بأن إسرائيل أو أمريكا بيقضون على حزب الله بشكل كامل، بيضربونهم ضربة قوية لكن بيبقونهم كاسم. شفتوا كيف صار في داعش؟ كيف داعش تم القضاء عليه تقريبا، لكن لا زال داعش موجود الآن، يستخدم اسمه في كل ضربة. كل أي متى ما بغوا يستخدمون داعش كبعبع استخدموا اسم داعش. هذا اللي يبغونه من وجود حزب الله، يكون موجود كبعبع. وإيران نفس الشيء، ضعيف، ما لها وجود لكنها بعبع يستخدم، اسم يستخدم في أي وقت يبغونه. هذا أكثر ضرب لو وصلوه في ضرب يعني حزب الله وإيران ممكن يوصلون مرحلة يخلونها مثل داعش في الوقت الحالي مجرد اسم، وربما يكون الضرب أقل فيكون عندهم شوية قوة وشوية نفوذ لكنه أضعف بكثير من الوقت الحالي. ودمتم